الفيديو اللي هتشوفوه ده معمول بالذكاء الاصطناعي بدون ما اتدخلت في اي شيء غير ان حددت موضوع الفيديو فقط. حتى الكلام والسكريبت والصوت واللغه والتحريك كل ده معمول بالذكاء الاصطناعي. وبالمناسبه شكلي في الفيديو ده كان عباره عن صوره قديمه جدا اتصورتها بالموبايل بتاعي. الذكاء الاصطناعي حول الصوره كانه فيديو حقيقي متصور بالكامل، وهو اللي محرك الفيديو وهو اللي محرك الكلام وهو اللي عامل كل حاجه لوحده. الموضوع مرعب جدا. الشيء اللي مخوفني اما لو كنت اخترت موقع بفلوس او فيه جوده عاليه واحترافيه. هسيبكم على الفيديو وقولوا رايكم في الاخر. هذا الفيديو مصنوع باستخدام الذكاء الصناعي. مرحبا بكم في هذا الفيديو القصير حول خطورة الذكاء الصناعي. يعتبر الذكاء الصناعي تكنولوجيا مثيرة للإعجاب والتي يمكن أن تكون مفيدة بشكل كبير في حياتنا اليومية، إلا أنه يمكن أن يكون أيضا خطرا على المجتمعات والبشرية في المستقبل. من بين الخطور التي يمكن أن يشكلها الذكاء الصناعي هي: 1. شرطة فقدان الوظائف. قد يؤدي الذكاء الصناعي إلى تعويض العمالة البشرية في العديد من الصناعات، مما يتسبب في فقدان الوظائف وزيادة معدلات البطالة. 2. شرطة التحكم الذاتي. يمكن للذكاء الصناعي أن يصبح ذاتي الحكم ويتخذ القرارات بشكل مستقل، مما يجعله خطرا على البشرية إذا اتخذ قرارات خاطئة. 3. شرطة الاعتماد على التكنولوجيا. قد يؤدي الاعتماد الشديد على الذكاء الصناعي إلى فقدان القدرة على الاعتماد على الذكاء البشري والتفكير الإبداعي والحلول البشرية.